السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناة وصفات آدم وكريم. كنتمنىكم يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم غادا نحضر معكم بسبوسة بالشكلاط، من اروع البسبوسات اللي ممكن تحضروا. كتجي هشيشة طريه كتذوب في الفم، واحد المذاق كيجي اكثر من رائع. كتجي غنيه بالمذاق ديال الشكلاط رغم اننا ما غنستعملوش فيها نهائيا الشوكولاته. فتبعوا معايا الفيديو غادي تعرفوا علاش كنهضر. فشوفوا هنا ما شاء الله غادي نقطعها معكم، كتجي رطبه بزاف بحال كتقطعوا في شي فلون. كنتمنى ان شاء الله اقتراح اليوم ينال اعجابكم. ندوز معكم مباشره المقادير والطريقه ديال التحضير. فبسم الله على بركة الله. غدا ناخذ هنا في واحد البول كنوضع 3 ديال الحبات ديال البيض اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. فالمكونات ديال هاد البسبوسه راهم ساهلين واقتصاديين. على داك البيض كنضيف نص كاس زايد عليه اسبوع، يعني نص كاس كتزيدوا عليه اسبوع ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن. كنضيف كذلك كيس ديال السكر فانيليا، وبطبيعه الحال دائما رشيشه ديال الملحه باش كتصحح لينا الذوق. كتجيب هنا الطراب اليدوي، تنخلط المكونات كلهم مزيان مع بعضهم حتى كينسجم لي داك البيض مع السكر. ومن بعد غادي نضيف هنا كاس ديال زيت المائده اولا زيت نباتي ما يعادل 200 ملل، وعلبه ديال ياغورت طبيعي بدون نكهه وبدون سكر من وزن 125 غرام. وكنضيف البشر ديال البرتقال اللي كيعطينا واحد النسمه زوينه لهاد البسبوسه هذه. فكيف كنعرفوا المذاق ديال البرتقال كيتوازى بزاف مع المذاق ديال الشكلاط، فغادي نحك هكا كميه من القشره ديال البرتقال وكنخلط كلشي مزيان بالطراب اليدوي. تقدروا كذلك على فكره ديروا هاد المرحله هذه اولا تحضروا الخليط ديال البسبوسه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، تتوضعوا المكونات كلها دفعه واحده سواء لا السوائل ولا النواشف. كديروا كلشي دفعه واحده صافي، وكطحنوا كلشي في الكاس ديال الخلاط الكهربائي باش هكا كتقتصدوا عليكم اولا كتوفروا عليكم الوقت. غادا نضيف هنا في النواشف. فعندي كاس ديال السميده، دائما الكاس اللي المعيار ديالو 200 ملل، كاس ديال السميده الرقيقه اللي خاصه بالحرشه اولا البسبوسه. وكنضيف 2 ملعق كبار يكونوا مملوئين جيدا ديال الكاكاو المر ماشي الحلو، الكاكاو المر، وتنغربل كلشي مزيان. ونضيف كذلك ساشيه ديال خميره الحلويات اولا البيكين باودر من وزن 15 غرام ما يعادل 2 اكياسيه ديال 7 اولا ديال 8 غرام. صافي، ودائما بالطراب اليدوي تنخلط المكونات مزيان كيف كتشوفوا حتى كنحصل على خليط اللي كيكون القوام ديالو بهذا الشكل هذا. وفي هذا الاثناء فكنت حضرت الطاوه ديالي اللي دهنتها بشويه ديال الزبده ورشيتها بشويه ديال السميده. الا لاحظتوا في بدايه الفيديو فالبسبوسه ما كتجيش طالعه بزاف لانني استعملت طاوه اللي الحجم ديالها شويه كبير. بغيتوا البسبوسه ديالكم تجيكم منفوخه، ما عليكم غير انكم ديروا طاوه اللي تكون شويه صغيره. فخديت داك الخليط ديال البسبوسه صبيته في الطاوه، غادا نضربها شويه مع سطح العمل ومن بعد ندخلها الفران. نديرو الطاوه في الوسط على 170 درجه والعافيه كتكون شاعله غير من الجهه التحتانيه 21 دقيقه. من بعد تنزيدو واحد 5 ديال الدقائق من الفوق باش كينشف ليها الوجه ديالها. فلانه كما قلت لكم استعملت طاوه شويه كبيره والسمك ديال البسبوسه ما كانش يعني كبير، فما خدتش ليا الوقت بزاف في الطياب، بسرعه يعني طابت مباشره وهي سخونه. كنجيب كاس ديال الحليب بارد، كنضيف له ملعقه صغيره عامره مزيان بكاكاو اللي كنديروا للدراري مع الحليب، وكنسقي به البسبوسه ديالي مزيان ونخليها على جنب حتى كتشرب تماما وكتبرد. تخليوها حتى كتبرد لكم تماما. ودابا غادا ندوز نحضر معكم صلصه ديال الشوكولاته اللي سبق لي وحضرتها معكم في القناه وقلت لكم راها متعدده الاستعمالات وكتجي لذيذه بزاف. فخديت هنا الهاشوار، كنضيف فيه نصف كاس ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن، نصف كاس ديال زيت المائده اولا زيت النباتي، كيس ديال السكر فانيليا، نصف كاس ديال الحليب. فكنديروا نصف كاس من كاع المكونات الا بطبيعه الحال يعني الكاكاو والفاني. كنضيف كذلك 2 ملعق كبار عامرين مزيان ديال الكاكاو المر ماشي الحلو، وملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. صافي، كنجيب هنا الغطاء وغادا نطحن المكونات كلهم. في الاول كنديروا سرعه تكون يعني خفيفه، ما ديروش من الاول سرعه عاليه باش هكا كيذوب لينا داك السكر وسط الحليب مع الزيت. تقدروا كذلك ديروا حتى الكاس ديال الخلاط الكهربائي اولا البغا ميكسور اللي عندكم يعني استعملوه. هنا فانا حليت هكا الهاشوار باش تنهبط داك السكر اللي كيكون طار في الجناب هو والكاكاو،
وكنعاود مره اخرى كنطحن، لكن هاد المره غادي نديرو على سرعه تكون عاليه باش هكا كتختار ليا بسرعه ديك الصلصه. وكيف ما كيبان لكم القوام ديال الصلصه كيفاش كتجي رائعه بزاف وكتولي عاقده، ومازال ملي كنعاودو نديروها يعني في الثلاجه كتزيد كتعقد يعني اكثر من هكا. وكما سبق لي قلت لكم هاد الصلصه راها متعدده الاستعمالات، تقدروا ديروا بها الكيك، لي بانكيك، لي كريب، يعني اي حاجه كتزينوا بها بهاد الصلصه هذه، لانها كتجي رائعه ومذاقها كيجي بنين بزاف. فخديت هذيك الصلصه وخديت كذلك هذيك البسبوسه من بعد ما كتكون بردات تماما، يعني خاصها تكون بارده وتشربت لينا مزيان. كناخذ ديك الصلصه كنوضعها عليها كامل الفوق وكنبدا كنسرحها بلا سباتول على الوجه ديال البسبوسه كامل. وغدا نعاود هنا ندخل البسبوسه ديالي للثلاجه هكا واحد المده ديال ربع ساعه حتى كتماسك ليا هذيك الصلصه شويه وكتقبض في راسها. من بعد ما كتكون بردات مزيان ديك الطبقه ديال الشكلاط اللي وضعنا من الفوق، كما قلت لكم راني درتها غير ربع ساعه في الثلاجه. غادا نبدا نقطع في البسبوسه ديالي، وفاش تبداو تقطعوها يعني مره مسحوا السكين ديالكم باش ما كيتخربقش لكم الشكل ديال البسبوسه وكيبقى زوين. فكما شفتوا هنا راني قطعتها طريفات اللي شويه الحجم ديالهم كبارين، بغيتو تقطعوهم صغر من هكا فعندكم الاختيار. صافي وكتبقى اخر حاجه غادا ندير هي انني غنزينهم هكا بشويه ديال اللوز افيلي اللي حمرته في الفران. تقدروا تزينوا بالكوك او الكاوكاو كونكاستي محمر، المهم التزيين راه تيبقى يعني على حسب اللي متوفر عندكم وعلى حسب الذوق ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا اللي حضرت معكم اليوم. كتجي زوينه بزاف لا في الشكل ولا في المذاق، وكتجي طريه ورطبه، والمذاق ديال هذاك التناغم ديال البرتقال مع الشكلاط يعني كيجي شي حاجه روعه. يعني هاد البسبوسه هذه ان شاء الله انا اكيده فاش غادي تجربوها غادي تولي معتمده عندكم، كتحضروها للعائله ديالكم او لا كذلك حتى للضياف، يعني شي حاجه اللي كتستحق اننا نحضروها للضياف ديالنا. كما شفتوا راه مكوناتها سهله وبسيطه، رغم ان جميع المراحل ديال البسبوسه حضرناها يعني فيها الشكلاط، لكن بلا ما نستعملوا يعني الشكلاط، عوضناه دائما بالبودره ديال الكاكاو اولا بالكاكاو المر. وشوفوا ما شاء الله الطراوه كيفاش، بحال كانكم كتقطعوا في شي فلون اولا في شي كيك، ما كتحسوش نهائيا بانها بسبوسه لانها كتجي طريه ورطبه، بحال يعني تحسوا بحال كانكم كتاكلوا في شي كيك. فكيف العادة كنتمنى ان شاء الله اقتراح اليوم ينال اعجابكم وانكم تجربوا الوصفة، لانها فعلا كتستحق التجربة. شي حاجة هكا مختلفة اولا مغايرة على البسبوسة العادية اللي كنعرفوا، وكتعطي واحد النتيجة اللي زوينة بزاف. تقدموها للعائلة ديالكم اولا كذلك حتى للضياف ديالكم. واخيرا فضلا وليس امرا ما تنسوش اللايك للفيديو، كذلك البارطاج مع احبابكم وصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده على الجميع. شكرا لكم بزاف على المشاهده، نتلاقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ادم وكريم. مع السلامه.